البارحة قامت الدنيا ولم تقعد في ماليزيا، احتفاء بحضور الدكتور سعيد الكملي الذي حل ضيفا هناك. استقبال ملكي وحشود غفيرة كانت في انتظار وصول الدكتور سعيد، الذي هو نفسه لا طالما أشاد بالشعب الماليزي. الشيخ سعيد خلال محاضرته تلقى سيلا من الأسئلة الكثيرة من صفوف الطلبة والعلماء وكبار أساتذة وشيوخ ماليزيا، فالكل تقريبا اعتبرها فرصة لا تعوض أن يتحدث إلى الشيخ ويحاوره ويخبره عما يجول في خاطره. ولكن نظرا للأعداد الغفيرة من الناس وضيق الوقت، كان من الواضح أن الشيخ لا يستطيع أن يجيب على كل الأسئلة المطروحة، فتدخل أحد شيوخ ماليزيا قائلا: من أراد العلم فليذهب إلى المغرب، الوقت لا يكفينا. مقولة تكتب بماء من ذهب ولن يفيها حقها، ولكن الإشادة هنا كل الإشادة يجب أن تكون للدكتور سعيد، الذي كان خير سفير للمغاربة أينما حل وارتحل، وأعطى مثالا للمغربي المثقف المسلم الخلوق الذي أوتي من كل فن طرب، حيث جمع بين نور العلم وجمال المظهر وحسن الحديث وطيب المعاملة، فاستطاع أن يدخل قلوب الناس على اختلاف جنسياتهم. وكل ما نستطيع أن نقوله للدكتور سعيد هو شكرا لك نيابة عن كل المغاربة. شاركنا برأيك في التعليقات، وإلى اللقاء.